علي بن الشيخ، نعم. انت راكب الطياره من الجزائر جاي قطر، انك انت راح تحقق اللقب، حامل اللقب، نعم. وعندك فريق زين. يفترض انك انت اليوم، مع كل حبي وتقديري واحترامي لاهل السودان على راسي، لكن يفترض انك اليوم انت تفوز على السودان 2-0 3-0. لكن اللي صار ان اليوم السودان لعب بقوه، وبالذات في الشوط الثاني يعني حتى حاول انه يسجل، في حين ان انت مهاجمينك كان محلهم سر. وصدمني ياسين ابراهيمي، لاعب ذو حلول فرديه، مصاب. ياسين ابراهيمي مصاب، ما نجمش يلعب. مصاب. نعم. لكن انا شفته تحت في الدكه. نعم. كان موجود في الدكه. إيه كان واجد، ما نجمش يلعب لانه كان مصاب. بس اذا مصاب ما يقعد في الدكه، هذه انا عارفه يعني. تفضل. عموما مدرب يقول هكذا. دونك احنا شوف المقابله، انا كي بدات بكل صراحه ال11 الاولين اللي دخلوا ما كنتش مقنع. لان على احنا عندنا الرواق الايمن اللي هو ادم والناس لعب في المستوى. عندنا الرواق الايسر بولبينا. هي في المفروض انا كنت نشوف سعيود يلعب ك10 كمحرك، اللي هو يكسر الخطوط باش يلحق الكره للادم والناس، وهو كان من اللاعبين اللي ينجم يراوغ، ينجم يضرب، ينجم. ولكن هو دار خير اختيار واحد اخر، على كل حال هو حر. دار كاش يقولوا ميليو تيرا، بسم الله الرحمن الرحيم، تاع الوسط الملعب. خير واحد دفاعي، واش عليه دار كره، دار مقابله في المستوى اللي هو فيكتور. هذا فيكتور دار مقابله في المستوى، ولكن الاثنين الاخرين اللي هما الرقم 10 ورقم 8 ديجا كانوا متلاعبين بعاد على بعضهم. بيناتهم كاين واحد 15 17 متر بين اصحاب الوسط الميدان. الوغ الوسط الميدان مديور باش يتقاربوا بيناتهم، باش يبعدوا يلعبوا اللي كما يقولوا اونجلي 1 2 1 2 3، باش يخرجوا يكسروا الخطوط. ما كاش هذا الملعب، ولات دير واش تحبت. الحمد لله اللي السودان ما كملوش يلعبوا على الرواق الايمن. نعم. لان من تما داروا واحد زوج خطرات او ثلاثه قريب سجلوا لنا. بعد واش ولاو يديروا؟ ولاو يرميوا الكره في السماء، وهذيك الكره في السماء احنا ساعدتنا مع الدفاع، ساعدنا لان ولينا نطلبوا ان شاء الله برك ما يسجلوناش، خاطرش الفريق تاعنا ضعف. زاد دخل لعب عطال مصاب صافي شحال، هو مصاب، هو لاعب جيد ولكن عنده مصاب صافي شحال. كي دخل انا تحيرت، لان اصلا نعرفوه بالسرعه تاعو، بالمراوغه تاعو، ولينا نشوفوه يراوغ غير هنا ويحد بين الكره. فهمت بلي ما ينجمش يدير اكثر من اللي يلزم. الوغ عنده لاعبين اللي ينجم يدخلون في هذاك المكان. ولكن هذه كره القدم، انا نظن. شو هالسؤال؟ هي كرة القدم، احسنت، فيها فوز وفيها خسارة وكل شيء. لكن هل علي بن الشيخ مش مقتنع انت في الاسماء المختارة لمباراة اليوم، ام بس مقتنع بطريقة اللعب؟ لا مش نجم نقول لك الاثنين. الاولى قلت لك انا كنت حاب يبدا المقابله هو سعيود، لانه هو اللي يحرك اي فريق في العالم اللي عنده الوسط الميدان قوي ينجم يتغلب على اي فريق. هو باسكو هو الموتور، هو المحرك تاع الفريق. احنا اليوم الوسط الميدان ما كانش قاعدتك، هذه واحده. ثانيا منع اللي عندنا رواق ثاني مدافع اللي هو الحليميه، اللي عنده القوه ويعرف يلعب كره القدم في المولوديه الجزائر. القوه تاعو يطلع، عنده السرعه. هنا منعه، ما خلاش يطلع. الور كو الفريق تاع السودان قعد للور يدافع. كي قعد يدافع لور سرح المدافعين تاع الرواقين باش يطلعوا، هو ما سرحهمش. وزوج تاع الوسط الميدان ما يطلعوش، قعدوا تسمى عندنا الا تنين القدام، هو بولبينا. نعم. ورقم 9 هذاك الشاب صغير هذاك هاو يلعب. مش مقتنع في
في بلبينه؟ بلبينه والله لاعب مميز، لاعب جبار. ما قلتش ما مانيش ما لا مقلق. كابتن، يعني بمعنى يعني ان لا، كنت بظن واحد اخر انت. لا شوف بولبينا لاعب جيد، ولكن بولبينا انا نعطيه نصيحه. بولبينا كره القدم فيها الضرب، فيها الكوراج، فيها تنحي الخوف. هو عنده هذا الخوف هذا يستعملوش. يحب يحكم الكره نظيفه، ما كاش مدافعين، لازم يروح للشي هذايا. وهو عنده مستقبل لاباس به. بولبينا يعرف يلعب مليح كره القدم. الجمهور يطالب بضم بولبينا للمنتخب اللي راح يروح كاس افريقيا. شوف، هو المدرب بيتكوفيتش قال لهم اللاعبين اللي يلعبوا في كاس العرب ما يلعبوش في كاس افريقيا. انا اكلمك عن لاعب وليس مجموعه، لاعب واحد. نعم. انت تقول ان المدرب قال المجموعه، مش مجموعه، لا اي لاعب قال. قال اي لاعب اللي كان يشارك. لاعب مميز، فرد واحد مميز. هم يقولوا يقولوا الناس يقولوا هكذا. لا، هو انا نتبع المدرب واش يقول. المدرب قال لك اللي يشارك في كاس افريقيا ما يشاركش معايا في كاس العرب، ما يشاركش معايا في كاس افريقيا. بالمجمل انت مش مقتنع باداء منتخب الجزائر اليوم؟ اليوم ما عجبنيش كاع، ما عجبنيش كرة، لا طريقة اللعب، لا تغيير اللاعبين. انا ما عجبنيش في التغيير تاع اللاعبين. والو المدرب، انا مدرب وصديقنا وحبيبنا، وهو مدرب مستوى لا باس عليه، ولكن بارفوان كاين خطرات وين الانسان ينجم يغلط في الاختيار، لان دخل عطال وهو ما ينجمش يجيب لك حتى حاجه زياده، لان راهو مصاب وراهو رافد في الميزان. انا نظن ماشي غير هو، مام سليماني كي دخل بالتجربه تاعو ما صابش اللي يعطي له الكره باش يسجل ولا، دونك ما صابش روحه هو كاناتيك. انا نظن التغييرات ما كانوش في محلهم، والبدايه تاع اللاعبين اللي لازم تدخل ما كانتش في بدايه. تذكرت لك تصريح كنت تنتقد احد اللاعبين وتقول وكانه خزانه في الملعب. نعم، اي دايره ضجه هذيك. بس اوصلك الفكره اللي عندي. انت كنت تقول عن احد اللاعبين وكانه خزانه في الملعب. نعم. هل الخزانه موجود في الملعب حاليا ولا مش موجود؟ اليوم في المقابله تاع اليوم في البعثه يا سيدي يلا. باسكو خرجت ديجا واحده. خالد في نقطة مهمة. لا يا أخي لا النقطة المهمة هي شوف، هذه تكلمت أنا، خرجت هذه تاع خزانة تجري، لأن لاعبين هنايا أو في وسط الميدان والله يبارك لاعبين كاع في المستوى. أنا نظن اللاعب اللي يلعب في وسط الميدان يكون لاعب ذكي، عنده الانتيليجنسيا، ما يلعبش بقوة ويجري وكذا، لا يلعب بالراس كما يقولوا. وحنا في مقابله ما شفنا واحد اثنين لاعبين شفتهم يجري برك، يروح منا يعطيو له البالون يديها له حتى لرجلو. اي واحد فيهم اليمين ولا اليسار اللي في منطقه الوسط؟ نعم، اي واحد فيهم اللي في منطقه الوسط، اليمين ولا اليسار تقصد؟ ماشي اليوم هذا. لا كابتن علي، انا عايز اقول لك على حاجه. يعني انا عايز اقول لك، انت بمناسبه لعيبه خط الوسط، هو اهم لعيب في خط الوسط في الثلاثه اللي كانوا بيلعبوا المفروض هو سفيان بن دبكه. يعني هو المفروض هو همزه الوصل ما بين خط الوسط والثلاثه، فالمفروض هو يلعب كرباعي. هو النهارده كان سيء، كان سيء قوي، وبالتالي الناس اللي قدام ما عرفتش تشتغل، استثناء بولبينا بالمهارات الفرديه بتاعته. بعدين في نقطه خالد، لو تلاحظ تونس، المغرب، الجزائر، مصر مش نفس البطوله كاس العرب الاول، فرق على مستوى عالي جدا. صراحه انا اتفاجأت. المغرب كان منتخب غير طبيعي وخرافي، الجزائر البطل، احسن لاعبين، عندك تونس مستوى عالي، مصر هذا الفتره مع احترامي لهم كلهم احمد اقل بكثير، بس المغرب كله صراحه. انا شوف ارجع حق المباراه بصراحه، انا اتوقع ان الجولة الأولى ما راح أحكم كثير على فرق شمال أفريقيا، بين يا أخي، وأتوقع أن الجولة الثانية راح نشوف منتخبات شمال أفريقيا اللي احنا نعرفها. لا مستحيل. أول إمكانية مقارنة باللاعبين يا أخي، أقول لك أنت شو المتعة المباريات. المغرب فريق أنا بحياتي مش المغرب يلعب كورة كذا. واحد، تونس غير طبيعي، الجزائر غير طبيعي، مصر مقارنة بهذولا اسمح لي راحت منهم وبتروح لآسيا، صدقني لا يمكن أحد منهم يشيل البطولة.
رايي الشخصي فني. اوكي شكرا، رايك الشخصي الفني. علي بن الشيخ، نعم. يا اخي كيف تقوم تضربنا يا اخي؟ كيف تضربنا يا اخي؟ لا يا اخي كيف حافظ. تقوم من لا مكانك يا حافظ، يا وتنثر حافظ. الفواكه هذه يا اخي؟ يا اخي انت ظهرت مجرم. عاد حطوها عاد حطوها. ها؟ اي حطوها. كيف كذا؟ كيف سويت يا اخي؟ لا 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 ان شاء الله ملح وكل شيء. لا ها؟ لا عورت اذني انت. الله عليك شان راك لاباس، راك لاباس، ها؟ راك بخير. انا رويت الشباب من ساعه راك الفيديو. بخير. في كم من شخص والله صدقها. كيف؟ شفت الفيديو انت؟ شفتها. صدقت حالك. نعم. حاجه باينه بلي ما تكونش هذه يعني من المحال، ولكن كيفاش داروها حاجه مهمه تعتبر بلي تقول هذه صح حقيقه، ولكن ينجموا يديروا بها حاجات كبار. والله الواحد قام يخاف، يخاف. لان يعني تطبيقها بهذه الطريقه، طريقه الاي اي، لا اللي يشوفها في المره الاولى يقول أوف 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 أوف. علي بن الشيخ هو صاحب يعني راي سديد، راي قوي، لكن ما يمد يده. انا والله زقاولي من الجزائر، قال واحد شك، قال لي وهل صح؟ قلت له اني مهبول انا. هبلت ولا يعني لا، يمكن محشور. تلعب تسويها. يمكن تلعب وين؟ الاول. زمان لما كنت لاعب كوره عملتها. لا لا ما عملت. سواها في الشباب تبغى يسويها. انا اقول لك ما تربيت على هذا. لا انت انسان متربي أكرم والجزائريين على متربين، الوليد. كلكم متربين، بارك الله فيك. احنا نحبك ونحترمك ربي ونقدرك. يحفظك. طبعا علي بن الشيخ ربي يحفظك. له قوة رأي، ورأي قوي جدا في الإعلام والساحة الرياضية الجزائري، يعمل له ألف حساب. طبعا هناك من اللي معاه ومن اللي ضده، وهذه طبيعة الحياة. ما أنتظر أن الناس كلهم يكونون معي ولا راح يكون الناس كلهم ضدي، لكن رجل له احترام كبير لآرائه في الشأن الرياضي الجزائري، ويعني كلامه كالسيف هناك يقال عنه. ها؟ قوي ما شاء الله تبارك الرحمن. أنا حاولت أن أطلع لك الفيديو ولكن ما صار. صار؟ ها قاسم، ها ثانية واحدة. شوف الفيديو اللي طلعوه على علي بن الشيخ عندنا في قطر. شوف شوف الفاكهه شوف الفاكهه. يا اخي حرام يا اخي. طيب ليش هربت انت؟ هرب من ردة الفعل. ليش هربت انت؟ لا لا ما صار شيء. اقول حق الكابتن ماجد مساعة مفرجيه الفيديو، قال لا 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 لا. عموته وجمال مساء صدقوا. عموته في البداية صدق حسين والله عموته. صدقوا. اي والله. والله انا صدقت خالد نفس والله الشيء. والله بعدين يوم شفت الفواكه قلت لا في فواكه، يعني هذه نفس المجلس. يعني هذا اذا بيقودنا لشيء، بيقودنا الى قوة الذكاء الاصطناعي وكيف قاعد يتطور ساعة بعد ساعة، مش يوم بعد يوم، ساعة بعد ساعة قاعد يصل إلى مرحلة من الدقة الغريبة والعجيبة. عجيب. والله العظيم. صح. ترى أنت يمكن شفت نفسك صدقت في البداية. ها؟ في هذه لا أول ما شفت لا صدقش. يعطيك الصحة. متخوف. لا أول ما شفت لا صدقش. يعطيك الصحة. متخوف. في هذه اللحظات شيخ معناته جبنا طريق الجزائر، وسفارتنا في الجزائر مسويه فانزون، لا صار ولا استوى. تفاعل الجماهير الجزائريه اليوم وصل العدد الجزائريين اللي تواجدوا في المكان تقريبا اكثر من 2500 متفرج حضروا اليوم لمؤازره وتشجيع منتخبهم الوطني. ولعلمك اللي تشوفه قدامك هذا مش مدرج ملعب، هذا مدرج فانزون اقامته السفاره القطريه، يعني طبعا جاي مع كاس العرب وكذا، ولكن يا اخي الجمهور الجزائري يعجبك، يحب الفعاليات الكرويه ويتفاعلون معاك. احنا نقول مثلا الحي يحييك، فعلا الجمهور الجزائري يحييك يا اخي. اعطوني اللي بيوصل الى المباراه النهائيه، ما راح اقول لكم البطل، من سيصل الى المباراه النهائيه. طبعا هو راي فني يعني، وان كانت على مباراه واحده. متفقين؟ بدون عاطفه، بدون عاطفه. ما في ولا فريق. انت لسه عامل نفسك من بنها ولا ايه؟ لا خلاص. ما تتكلم يا ما عم. انا جيت من على يمينك على شمالك اهو، ماشي. مع اني ما بحبش الكرسي ده يعني. قلقوني منه، خوفوني منه. طيب يا باشا قول لي، انت منين في مصر؟ بجد يعني؟ القاهره. انا عارف من القاهره منين يعني؟ من مدينه نصر. اجدع ناس.
ربنا يخليك. طب ممكن نتكلم عن المباراه النهائيه شويه؟ ممكن. مش عاوز شرح. لا مش هشرح. قول. عندي 4 فرق عجبوني ككوره. يلا مين؟ المنتخب المغربي، 1 المنتخب السعودي، 2 المنتخب المصري، 3 المنتخب الاردني. 4 محمد الأحمر. نتوقع المباراة النهائية أبو جاسم. أنا قلت فريقين بس هو حط 4 كيف؟ أتوقع المغرب ومصر. المغرب ومصر. أحمد سعيد. صراحه خالد الملامح ما بينت للحين، ما نقدر نقول في فريق يعني او فريقين بينوا انهم بيوصلون النهائي. شكرا لك. علي بن الشيخ. نظن الجزائر ولا لعبت المقابلات اللي جايين كيما لعبت اليوم ما تروحش النهائي كاع. أنا أعطني فريقين الحين. فريقين نظن نقول ممكن مصر والأردن.